واحد المساله اللي تقدر تكون كتبان لكم طبيعيه بزاف ديال الناس، حاجه اللي هي عاديه ما فيها حتى شي مشكل، وهي الاباء والامهات اللي تيبوسوا وليداتهم على فمهم. انا بالنسبه ليا كاخصائيه نفسيه تنقول هذا لا يجوز. لا يجوز، ماشي كنهضر من الناحيه الدينيه، ولكن لا يجوز من ناحيه انه كاينين واحد لي تيرمينيزون نيرفوز كيكونوا عندنا هنايا سبحان الله العظيم في الفم ديالنا، اللي ملي لونفون تيتقاس فمو مع الفم ديال الاب ولا الام ديالو، هادشي كيكون فيه نوع من الاثاره، وتتثيروا هاد المساله هذه بواحد الطريقه اللي هي ماشي سان، ماشي صحيه نهائيا وماشي سليمه. فالونفون كيبدا كيحس بواحد الشعور مختلف على شعور اللي كيبوسو الاب والام ديالو. على فاش كيبوسو الاب والام ديالو هنايا ولا على جبهته. البوسه اللي بغيتي تبوس ولدك وتكبر به وتزيد له ثقته في نفسه وتزيد له من المهارات ديالو وتبين له الفخر والاعتزاز ديالك به، بوسوه هنا ولا بوسوه هنا ولا بوسوه هنا ولا بوس له يديدته ولا بوسو على كتفه. عطا الله فين تبوسوا وليداتكم، ولكن تجنبوا تبوسوهم من هادشي علاوه على الميكروبات والمشاكل اللي تقدروا الاغباس ولا مشكل السخانه ولا شي حاجه تقدروا توصلوها لوليداتكم. تجنبوا هذه المساله. الله يعطيكم الخير.